بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اتلعب 3 ماتشات مهمين الحقيقه. الزمالك وزد وانتهى 2-1، وبيراميدز وغزل المحله وانتهى 3-1، وسيراميكا والاسماعيلي وانتهى بالتعادل 1-1. الزمالك قدر يفوز وبيراميدز قدر يفوز، وسيراميكا الحقيقه تعثر وتعادل مع الاسماعيلي. وانا شايف الحقيقه انه نبدا بالسيراميكا. سيراميكا الحقيقه اتظلم في الماتش ده بشكل صعب جدا. يعني انا مش فاهم في الوقت بدل الضايع بيجي جون تخبط في ايد المدافع بس تدخل جون لسيراميكا، يحسبها ضربه جزاء ليه؟ مش فاهمها دي، يعني مش قادر افهمها. كمان ضربه الجزاء بتاعت الاسماعيلي مشكوك فيها. ضربه الجزاء ما فيهاش ضربه جزاء، اتحسبت ضربه جزاء، وده شيء برضه لا. سيراميكا اتظلم بشكل غير عادي، والتحكيم في مصر عايز مراجعه. الحقيقه التحكيم في مصر غريب جدا. هل مطلوب مثلا انه المنافسه تنحصر ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ يعني لو فريق بيلعب وبيحاول ان هو يكون له مكان ما ينفعش؟ يعني مش فاهم بصراحه النقطه دي. جايز يكون مطلوب انه الاهلي والزمالك وبيراميدز بس، دول الانديه اللي تنافس. اي حد تاني يعني يلعب دور كده مؤقت. يعني انا شايف حتى الانديه بتاعت الشركات انا مش شايفها الحقيقه، وهم مش هيعملوا حاجه، مش هيعترضوا حتى، ولو اعترضوا حتى يعني مش اعتراض هيبقى قوي، لان هم عارفين ان هم ديكور اكتر منهم فرق بتنافس على بطوله يعني. ودي مشكله. يعني احنا محتاجين فرق شعبيه تنافس على البطوله بجد، ومحتاجين كمان تحكيم يدي تكافؤ فرص للجميع. ما ينفعش فريق يتظلم وفريق يهدر منه نقطتين النهارده بدون اي منطق. يعني الاسماعيلي لما ياخد نقطه هيقعد في الدوري؟ مش هيقعد في الدوري. يعني لا، الاسماعيلي محتاج فرقه، محتاج دعم حقيقي مادي. الاسماعيلي عنده مشكله. فانا بشوف انه ماتش سيراميكا الحقيقه ماتش سخيف جدا اللي حصل وفج. يعني تحكيم سيء جدا 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 في مصر. تحكيم محتاج مراجعه. اتحاد الكوره الحقيقه لازم، يعني لو انتوا عايزين تهندسوا الدوري هندسوه في اخر 3-4 ماتشات ما بين الاهلي والزمالك او الاهلي وبيراميدز، وسيبوا ال 20 ماتش يتلعبوا كويس. يعني الاهلي على فكره والزمالك وبيراميدز يعني يقدروا يدخلوا في المنافسه لغايه الامتار الاخيره من غير مسانده حكام ومن غير لعب حكام. يعني خلونا نستمتع شويه بالكوره، مش كده. يعني انا عارف انه الدوري في مصر مهندس، اوكي، واللي اتحاد الكوره عايزه والتحكيم عايزه ياخدوا الدوري ماشي، بس خلوها في اخر 3-4 ماتشات، في اخر 5 ماتشات، لكن مش على مدار الدوري كده. شيء سخيف الحقيقه، وبيخلي ما فيش منافسه وما فيش متعه حتى. يعني ده الحقيقه رايي في الماتش بتاع سيراميكا والاسماعيلي. عايز اتكلم الحقيقه عن ماتش الزمالك وزد. ماتش حلو، ماتش كويس بصراحه، من الماتشات القليله في الدوري اللي تستمتع وانت تتفرج على الماتش. الحقيقه انا عايز ابدا بالمهدي سليمان. مهدي سليمان حارس مرمى رائع. مهدي سليمان انقذ كذا فرصه لزد، والمهدي سليمان هو السبب انه زد ما تعادلش. يعني لو في سبب زد ما تعادلش في الماتش ده، يعني ما حصلش نتيجه التعادل والزمالك فاز، انا رايي انه المهدي سليمان يستحق ان هو يروح منتخب مصر، لانه افضل من شوبير وافضل من محمد الشناوي. من وجهه نظري الشناوي وشوبير في هاله اعلاميه فقط. يعني هم حراس عاديين، بغض النظر عن الكلام الكتير عن ان هم يعني حراس جامدين. لا الكلام ده مش حقيقي. المهدي سليمان انا شايف ان هو حارس مرمى الحقيقه مظلوم. الحقيقه مش ده الموسم ده بس، الموسم ده كان قاعد دكه طول اغلب الموسم، يعني لسه بيلعب له 4-5 ماتشات. فالمهدي سليمان انا شايف ان هو حتى من السنين اللي فاتت كان مميز جدا، وما كانش برضه عشان ما كانش اهلي وزمالك فما كانش بيتم الاستعانه بيه في المنتخب كاساسي. هو يستحق انه يبقى اساسي في منتخب مصر. ده رايي الحقيقه لانه حارس مميز جدا، ورايي ان هو لازم ينصف. الحقيقه الجون الاول للزمالك كان برضو
لعبه كويسه جدا من عبد الله السعيد، قطع الكره في وسط الملعب، ده ناصر منسي من لمسه واحده ادوها البزيره، اداها البزيره الحقيقه يعني كسر بيها ولعب كره هايله جدا. بزيرة لاعب مميز الحقيقه، لو يبطل بس هو يشوط على الملعب، بطل ويرقص كتير ويلف حوالين نفسه كتير، لو يلعب سهل ويلعب في المساحات اللي هو بيعرف يلعب فيها هيبقى افضل من كده بكتير. وهو لاعب جيد بلا شك يعني. قدر فريق زد ان هو يتعادل في الدقيقه 73، واتصور انه يعني كان لازم زد يتعادل الحقيقه. يعني يكفي معتمد جمال ان هو نزل شيكوبانزا ليهم علشان يتعادلوا بصراحه. شيكوبانزا ده لعيب كارثه، واقف في ال 18 الكره بتلعب قدامه بالعرض، لا بيزيد مثلا في العمق يحاول يعمل حتى لو زحمه تلخبط المهاجمين ما يحطوش الجول، ولا بيضغط مع اللي بيضغطوا عشان يمنع العرضيه. حاجه صعبه جدا، مفيش كده يعني، مفيش كده. انت لا بتهاجم ولا بتدافع ولا بتعرف تلعب كوره. طب انت يعني، وبعدين انت مش زعلت واتقال ان انت مش عاجبك الوضع وانك انت عايز تفسخ تعاقدك وهتشتكي فيه؟ يا عم روح اشتكي للفيفا، يا عم بجد انت مش عارف مصلحتك روح اشتكي للفيفا، لان انت بصراحه لاعب ما ينفعش يلعب كره قدم. انت المفروض يعني تروح السلك، لانك لاعب سيء جدا ولاعب مضر بفريقك جدا. اي فريق هتلعب معاه في مصر او بره مصر انت مضر، انت مش مفيد لاي فرقه، انت مضر لاي فرقه تلعب فيها. الهدف الثاني الحقيقه للزمالك احمد ربيعه الحقيقه حط جون برضو. يعني انا مش فاهم برضو، الراجل ده بيقعد احتياطي طول الوقت ليه كده؟ الراجل ده ما بيلعبش ليه؟ لعيب كويس وبيزيد، ولاعيب وسط ملعب جيد وبيزيد وبيحرز هدف. طب انت مقعده ليه؟ انا رايي ان احمد ربيعه المفروض يلعب اساسي الحقيقه. في جدل حصل حوالين، انا رايي ان هم كورتين في الماتش. الكره بتاع بزيرة اللي شاطها في ايد المدافع احمد طارق، واحمد طارق الحقيقه كان حاطط ايديه ورا ظهره، لكن كان فارد دراعاته بره جسمه، وانا شايف ان دي يعني تتحسب ضربه جزاء، ده رايي الشخصي. لكن بيقال انه ما دام ايديه تحت ورا ظهره، بس انا شايف انه دراعه مكبر جسمه خارج عن جسمه، فالمفروض تتحسب ضربه جزاء. في كمان كوره في اخر الشوط الثاني في الوقت بدل الضايع لاحمد ربيعه، كوره مرفوعه عرضيه من كورنر قدام احمد ربيعه في مدافعين الزمالك، وفي حارس المرمى اللي هو مهدي سليمان، وفي مهاجمين فريق زد. الحقيقه هو مش شايف الكوره وهي ساقطه، هي سقطت على دراعه، لكن هو مش شايفها، والكوره مش متوقع انها تسقط اصلا. يعني المفروض انه اي حد من اللعيبه اللي طالعه تلعب الكوره هتشيل الكوره، مش متوقع انها تنزل على دراعه، وهو مش شايف حاجه، هو مميل راسه في الارض. انا ما بديش مبررات، بس لو دي ضربه جزاء وانا شايف انها ممكن جدا تتحسب، لان اللاعب استفاد بيها، ممكن جدا تتحسب ضربه جزاء. لكن كره بزيرة برضه تتحسب ضربه جزاء. لو في عداله دي تتحسب ودي تتحسب، او دي ما تتحسبش ودي ما تتحسبش، يعني ده المنطق وده العدل من وجهه نظري يعني الشخصيه. لكن الحقيقه ماتش كان جيد جدا بتاع الزمالك، والزمالك قدر يبقى متصدر الدوري العام، ودي مشكله كبيره جدا الحقيقه يعني الزمالك متصدر الدوري العام على الاهلي وعلى بيراميدز، شيء غريب جدا الحقيقه، بامكانياته بظروفه بوضعه بكل المشاكل اللي فيها الزمالك يبقى متصدر الدوري العام في الجوله ال 17، يعني بعد 17 ماتش. يعني الحقيقه انا هقول لكم على احصائيه بسيطه تفهموا قد ايه في مشكله. الاهلي القيمه التسويقيه بتاعت لاعبينه 43 مليون دولار. بيراميدز القيمه التسويقيه بتاعت لاعيبته 23 مليون دولار. الزمالك القيمه التسويقيه بتاعت لاعيبته 12 مليون دولار. طب 12 مليون دولار بتوع الزمالك تحط عليهم 23 بتوع بيراميدز يبقوا كام؟ يبقوا 35. طب الاهلي لوحده القيمه التسويقيه بتاعت لاعيبته 43، يعني اكتر. الاهلي الثالث والزمالك الاول. يعني مفيش تعليق غير انه لازم يبقى في عداله في الكوره في مصر. جمهور الاهلي مش عاجبه اداء الاهلي. انتوا عارفين مش عاجبكم ليه اداء الاهلي؟ لانكم عارفين ان كل حاجه متوفره للفريق ده. اعلام بيدعم، اتحاد كوره بيدعم، دوله بتدعم،
تحكيم لمصلحتكم، فلوس. يا راجل ده مفيش اعلانات في مصر في رمضان. على رأي واحد قال لك في رمضان غير لعيبه الاهلي ورئيس نادي الاهلي. يعني فلوس بس، ادوهم فلوس على قد ما يقدروا، على قد ما هم عايزين، ومع ذلك الاداء سيء. عشان كده الجمهور زعلان. الجمهور مش زعلان عشان انت التالت، لو انت بتلعب كويس واحسن من الفرق التانية مش هيزعل حتى لو انت التالت. هو زعلان عشان هو انت ناقصك ايه عشان تلعب كوره؟ انا اقول لكم ناقصهم ايه عشان يلعبوا كوره؟ ناقصهم العداله، لان الظلم عمره ما يبقى شكله كويس حتى لو كسب. الظلم عمره ما يبقى شكله كويس حتى لو كسب. لازم يبقى شكله وحش، لازم يفضح نفسه. يعني انا مش عايز اطول في الموضوع ده لانه يعني شائك، لكنه انا هتكلم برضو على ماتش بيراميدز وغزل المحله. ماتش بيراميدز وغزل المحله الحقيقه ناصر ماهر بيعمل مفاجاه الحقيقه. ناصر ماهر وحامد حمدان الحقيقه الاثنين لعيبه المفروض ان هم لسه جايين في الشتاء على شاكله كاموش في الاهلي وعلى شاكله بن رمضان. المفروض يعني الصفقات اللي تدفع فيها بالدولار دي تدفع فيها فلوس يبقى لها مردود، لكن هي ملهاش مردود. في الاهلي ملهاش مردود، في بيراميدز لها مردود. حامد حمدان بيعمل اسيست رائع لناصر ماهر وبيحرز ناصر ماهر الهدف الاول. الهدف الثاني برضو من اسيست المهند رشين مصطفى فتحي. مصطفى فتحي الحقيقه لعيب ممتاز. مصطفى فتحي لو وانا بتكلم عن مصطفى فتحي في ال10 سنين الاخيره هو لعيب هاي، بس لو قوي بدنيا كان يبقى احسن لاعب في مصر. مشكلته انه هو ضعيف بدنيا، لكن هو لاعب رائع الحقيقه وجون رائع. حط جون رائع الجون الثاني. غزل المحله كان تعادل 1-1 في الشوط الاول، بعد كده حمد مصطفى فتحي احرز الهدف الثاني، ومايلي في الدقيقه 90 قدر يحط الهدف الثالث وانتهى الماتش 3-1 لصالح بيراميدز. وكده ترتيب الدوري العام: الزمالك في الصداره 37 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني 36 نقطة، الأهلي في المركز الثالث 35 نقطة، وسيراميكا في المركز الرابع متساوي مع الأهلي في النقاط. وبشوف إنه كده يعني الترتيب ده كاشف جدا للكرة المصرية، وكاشف أوضاع مش مظبوطة في الكرة المصرية، وكاشف لحجم المحاباة لفرق على حساب فرق الكرة المصرية. وشايفه ترتيب الحقيقة عادي. شكرا لكم.